موافقة بالإذاعة؟ موافقة حضرتك. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه؟ دلوقتي يعني أنا عندي بنتي، أنا عندي 4 بنات، أنا خلفت على كبر. ففي بنت منهم عندها 19 سنة، تقدم لها واحد مسافر الإمارات، فهي وافقت في الأول. اه. عنده 35 سنة. امم. طبعا دول 4 بنات وأنا اللي شايلة المسؤولية كلها كاملة. فمش وفين أبوهم؟ موجود. امم. آه، مات يعني ولا اتطلقتوا؟ لا، منفصلين يعني. تمام. ماشي. ف... فبنتي ديت يعني تقدم لها ده من الامارات عن طريق ناس حبايبنا يعني. بس عنده 35 سنه وهي عندها 19. ف امم. وهي وافقت في الاول وجبنا الشبكه وكده. بعد كده ما رضتش توافق. فانا خايفه يعني نكون مثلا ظلمتها، وهو لسه كمان هيجي شهر في السنه ويسافر. وبعدين هيجي شهر في السنه ويسافر وكده يعني. فابوها قال لا، وكلهم يعني قالوا لا ده كبير يعني. انت احنا جبناه. انت مجوزة التلاتة التانيين؟ لا، ما حدش متجوز. الأربعة لسه ما حدش اتجوز فيهم؟ ما انا خلفت على كبر. هي دي أكبر واحدة عندك؟ لا، دي التانية. دي التانية. امم. دي التانية. ف... فانا يعني هيجي شهر في السنة ولسه لما يجي يعني هو خاطئ شبك وسافر. وبعدين هيجي تاني شهر كمان ويسافر. امم. امم. وهو ما سبقلوش الجواز قبل كده؟ لا، ما سبقلوش الجواز قبل كده. طيب هي البنت مش عايزاه؟ كانت عايزاه وبعدين يعني زي ما تقولي واحدة من زمايلها قالوا لها لا ده كبير. امم. هي بنتك بتدرس ولا بتعمل ايه؟ هي هي في التمريض. اه، يعني شغالة في التمريض ولا لسه بتدرس؟ لا، لسه بتدرس، فاضل لها سنة. امم. طيب انت المشكلة ان انت اللي موافقة على العريس؟ هي حضرتك كانت موافقة الأول. هو ايوه. يعني وهي كان. دلوقتي حست انها مش مرتاحة. اه بتحصل عادي، وجالها عريس وافقت او فرحت زي اي بنت، ولما جينا في الجد خافت، حست ان الفرق كبير، فرق 16 سنة ده فرق كبير يا فندم، مش فرق بسيط يعني. يعني انت لازم حضرتك تبقي فاهمة وحاطة ده في عين الاعتبار، ان 16 سنة ده فرق مش قليل. انت حضرتك شايفة مثلا يعني اني اصل هيجي شهر ويسافر وبعدين هيجي ده سبب تاني للرفض. فكرة انه هيجي يجي شهر ويسافر ويسيبها، وبعد آه الجواز هيكون الوضع ايه؟ برضه هيجي لها شهر في السنة. شهر في السنة ويسافر. وبعدين حاجة كمان هيجي شهر ويسافر هيدخل في شقة إيجار. هو عنده حتة عاملها قواعد وعواميد بس لسه ما صبش. هيجي بقى بعد كده لما التصريح يتفتح يصب ويبني. انت عايزاه ليه يعني؟ ايه الميزة اللي انت خلياكي موافقة بيه؟ لا، اصل بنتك لسه صغيرة، وعندك لسه بنت اكبر منها ما اتجوزتش. ايه السبب اه اللي بيخليكي موافقة؟ والله انا ما هو واحد يعني زي ما تكون واحده يعني حبيبتي يعني زي ما تكون ايه ده حلو واخلاقه حلوه وعنده بيت يعني لسه هيبني. هو اعمل قواعد وعواميد. انا مش بصيت للماديات والله. يعني انا انت عايزه. محرجة من حبيبتك دي؟ بتقولي ايه حضرتك؟ انت محرجة من قريبتك ولا صاحبتك دي؟ انا عايزه حضرتك تديني القرار. ما انا هل بسألك، انا مستغربة. انا بالنسبة لي القرار ان ما يتوافقش عليه. القرار خالصة. اولا البنت اترددت، معنى انها اترددت يعني مش مرتاحة. ثانيا اه اكبر منها ب 16 سنة، وده عمر كبير. 16 اه سنة ليه؟ ثالثا والاهم، هيسافر ويجي لها شهر في السنة. يعني بنتك اه هتبقى متجوزة راجل لو عاشت معاه 20 سنة شافته 20 شهر. عارفه يعني ايه 20 شهر؟ يعني ما كملتش سنتين لو عاشت معاه 20 سنه. انت متخيله؟ طب وليه اه ما يبقاش معاها راجل جنبها ومعاها وفي لحظاتها الحلوه والوحشه وفي الولادات، ويبقى معاها وبيربي معاها؟ ليه اذا كان انت بتعاني من فكره انك ربيتي لوحدك؟ اه فانا القرار بالنسبه لي مرفوض. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك بس لك. انت ما تقنعهاش. كبيرة شكلك يا دكتورة مروة، أمورة رب زيك يا خالص. حبيبتي ربنا يبارك لك فيهم أمورة الاربعه. زي ما كنت بقول أوريكي صورتها، أمورة زيك والله. ربنا يبارك لك فيهم الأربعة يا رب، ويرزقهم بأزواج صالحين. ما أنت عارفة أنا عندي تستعجليش.
انا عندي 57 سنه. يا حبيبتي العمر كله ليكي، ما تستعجليش ولا تخافي وتقولي اصل انا جبت على كبر انا عايزه افرح بيهم، عايزه اشوف عيالهم. الحاجات دي قدريه، مش بتيجي بالاستعجال ابدا. وياما ناس خلفت بدري وعيالها ما كانوش كويسين، وياما ناس اتاخروا في الخلفه وربنا رضاهم في عيالهم. فما تخافيش من حاجه. اهم ربنا يبارك حاجه ما تظلميش بناتك، ربنا خليهم يبارك. اصحاب قرار، خليهم يتعلموا ويدرسوا، يبقى ليهم شهادات كده تنفعهم، ويعرفوا ربنا يكرمهم بشغلانات كويسه. والله يا دكتوره مروه، انا كنت بواصل الليل بالنهار بس صحتي تعبت، ما بقتش قادره. يا ستي ما بقتش قادره. ربنا هيعينك، والصعب خلص، اللي ربنا جاي اللي جاي سهل. سيبي بناتك يعرفوا يبقوا جدعان، ويعرفوا يواجهوا ويحبوا ويتحبوا ويتجوزوا ويفرحوا، ويبقى كل واحده جوزها جنبها يجولك بعيالهم كده تبقي فرحانه، مش واحده قاعده حزينه عشان جوزها بعيد ومتغرب. ياما بيجي لنا مشاكل من فكره اللي بيتجوزوا يرموا مراتاتهم ويروح يعيش بره، ويبقى عايش حياته بره وسايبها هنا لوحدها. يسعدك في اولاد. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا رب. انا طالبه من حضرتك طلب، اتفضلي. لو تشوفي لي بس مستشفى حلوه للي هم في الاثنين اللي في معهد التمريض ده، هم يساعدوا بس يجيبوا مصاريفهم. لان عناية. انا هي في سنة كام؟ هي في راحه 5 تمريض، طب وسنه، والثانيه راحه 4 تمريض. طب وانتوا عايشين في محافظة ايه؟ احنا في محافظه القليوبيه. في القليوبية. طب انت آه. اللي هي شبرا الخيمة. ايوه القليوبيه طب اللي هي القليوبيه. يعني لو شفنا لهم حاجة هنا في القاهرة سهل عليهم. بس يكون قرش حلو يعني، بحيث ايه يساعدوا معايا بس. عيني حاضر. احنا رقمك معانا، واكيد اكيد هدور اللي معاكي، واقرب فرصة صدقيني هكلم كل اللي انا اعرفهم، بحيث ان شاء الله انت سامعاني؟ الو الو. لي شغلانه للي في المعاهد دول التمريض. حاضر. انت واحدة عندك في 5 تمريض وواحدة في 4. واحده في 4 وواحده في 5. طيب بالله عليك. عيني حاضر. انا بوعدك ان انا هشوف. بس انت اديتيني القرار، لان انا قلت لو هي دكتوره مروه ردت عليا قالت لا دي ست متعلمه. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، لسه بدري، ما نستعجلش. لسه الخير ربنا شايله لهم، وربنا يكتب لهم الخير ويكتب لهم كل الحلو اللي في الدنيا. ما نستعجلش، ما نستعجلش. بناتنا غاليين قوي، بناتنا غاليين قوي، ونغليهم قوي وما ندهمش لاي حد. ومش اي واحد عشان خاطر سافر ولا عمل يغرينا بايه؟ بالعكس، 16 سنه ده فرق كبير قوي. وبنتك حلوه ومستقبلها قدامها، وربنا هيكرمها ان شاء الله، وهتشتغل وياما هتشوف. فسيبيها كده تاخد وقتها، وربنا يكتب الخير. وانا اوعدك باذن الله تعالى، باذن الله تعالى، اي حد اعرفه من خلال الدكاتره اللي اعرفهم والمستشفيات، حاضر هشوف لهم باذن الله، وهم يستحقوا يعني، هم بيدرسوا ده وده تخصصهم. يعني باذن الله، باذن الله انا اللي ممكن اكون بقدم خدمه لاي حد محتاج ناس تكون عندها خبره وبيدرسوا معهد تمريض، واحده في سنه 5 وواحده في 4. فباذن الله يا رب نشوف لهم شغل يقدروا يكفوا نفسهم ويساعدوكي، وباذن الله تفرحي بيهم باذن الله تعالى. شكرا على ثقتك الغاليه، وربنا يكتب لكم كل الخير. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.